والسلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وفيديو جديد ووصفه جديده في قناه شهيوه زينب ويوسف. دائما الجديد والوصفات الرائعه وفي نفس الوقت اقتصاديه، ما كاين غير الطاقه الايجابيه. فاليوم غادي نشارك معكم طريقه تحضير مسمن معمر في الفران. عجينه وحده غادي نخرج منها ان شاء الله مسمن في الفران ومسمنات اللي هما عاديين، طريقه اللي بسيطه وسهله وكيجيو مورقين بحال البسطيله ما شاء الله. فغادي ندوزو لطريقه تحضير المقادير على بركه الله. عندي هنايا 4 الكيسان ديال الفورص يكون من نوع مزيان، وجوج كيسان ديال الفينو، معلقه ديال العسل، الملحه دائما حسب الذوق. وكنعجن بالماء اللي هو بارد، فكنعجن العجين غير كنلمها، كتدخل ديك المكونات في بعضياتهم، ما كنحتاج ندلكها ما حتى شي حاجه. وكندهنها بواحد شويه الزيت ونديرها في واحد البلاستيكه ونخليها تاخذ راحتها ترتاح تقريبا واحد ساعتين بحال هكاك ولا 3 عاد كندوز ليها. فدائما المسمن كنت غنديرو في العشيه كيف كنقول لكم في كاع الفيديوهات، كنقادو في الصباح. كنت غنقاد المسمن مع الصباح، ففي الليل كنكون العجينه نبيتها معجونه ناضيه. ايوا صافي البنات، هذه هي الطريقه اللي كندير، ما كندلك وما كنتعذب معاه ما حتى شي حاجه. وفي نفس الوقت كيعطينا واحد النتيجه اللي هي زوينه، فالمسمن كيبغي غير يرتاح. العجينه ديال هذا المسمن غنخليها شويه قاصحه، ماشي بزاف عاوتاني، ولكن ما غاديش نخليها مرخوفه صافي. وغادي نخليها كي قلت لكم ترتاح مزيان باش هكا غادي تجيني سهله في الخدمه. والدور ديال العجينه اللي ما كندلكوها ما حتى شي حاجه ديال المسمن، كيجينا المسمن كيجينا رطب وفتي، ماشي بحال المسمن اللي كيجينا بحال لاستيك. فهذه هي الطريقه. هنايا اختي من بعد ما جمعتها دهنتها بشويه ديال الزيت، غادي نديرها في واحد البلاستيكه وغادي نخليها ترتاح كيف قلت لكم. هنا عجنتها في الصباح وغادي نخليها حتى العشيه عاد غادي ندوز نطيبها. صافي هنايا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي ساليت شغالاتي غديت وليداتي، دهنت الصينيه بالزيت صافي. وغادي ندوز نبدا ندير مكويرات اللي هما صغار. المهم هنايا مسيمنات غيكونوا صغيورين ومتيولين، ما غاديش نديرهم كبار بزاف لان في الفران باش يجينا الشكل ديالهم زوين. وصافي البنات غادي نحاول ندير الكميه كامله نديرهم بحال بحال يكونوا قياس واحد، وغادي نقص منهم مسمنات نديرهم غير في مقيله نطيبهم عاديين. فكي قلت لكم هذا المسمن كيجي زوين وكيجي مورق البنات، والسر هو في الطياب ديالو. الا طيبناه مزيان راه كيجينا فتي ويجينا مورق في نفس الوقت. ما قديناش في الطياب مزيان كيجينا الشكل ديالو خايب وكيجينا معجن ومدقص من الداخل. ايوا صافي البنات هنايا كي قلت لكم راه خرجت لي كميه ما شاء الله كثيره، وغادي تشوفوا في الشكل النهائي ما شاء الله شحال خرجت لي ديال المسمن ديال الفران اللي معمر بالتفاح، وشحال خرجت لي ديال المسمن طيبته غير في مقله عادي. صافي هنايا من بعد ما ساليت المسمن كامل لويته غادي نخليه يرتاح، وغادي ندوز معكم للتفاح ان شاء الله غادي نقادو اللي غادي نعمر به المسمن. هنايا التفاح نقيته، اي تفاح كما كان، ماشي بالضبط يكون شي نوع اللي زوين ولا غير يكون فيه لا شي كحوليه ولا حتى شي حاجه. غسلته هنايا ونقيته، غادي ندير مربعات اللي هما صغار. هنايا البنات راه التفاح قديته هو الاول عاد عجنت، راه التفاح درتو باش هكا نتفاداو يكون سخون في العماره ملي نبغيو نعمرو بها. يعني راه قديته هو الاول عاد دزت عجينه ديال المسمن. فغير في المونتاج اللي خليته حتى لويت المسمن عاد قادي التفاح، اما في الاصل راه التفاح قديته هو الاول وخليته براد على خاطره. يعني راه قبل ما نعجن العجينه ديال المسمن قطعت التفاح وطيبته وصافي وخليته يرتاح قد ما برد قد ما كيجينا زوين. دائما الحاجه السخونه راه كتقرب لينا العجينه، ونتمنى تفهموني ويكون الشرح واضح. هنايا التفاح ديالي قطعته كامل وغادي نحك عليه قشور ديال الحامضه، وغادي نعصر هاد الحامضه باش التفاح ديالي يبقى اللوين ديالو بيض، وفي نفس الوقت الحامض كيعطينا واحد المذاق اللي زوين مع التفاح. غادي نحاول نعصر الحامضه نحيدو من ديك الزريعه باش ما تطلقش لينا المروره في التفاح، ونحاول دوك العظيمات نستيهم نحيدهم باش ما يطيحوش ليا حتى همايا. وصافي هذا ما كان. فبالنسبه للتفاح دابا ما شاء الله الوقت ديالو ورخيص، ماشي بشي ثمن اللي هو غالي، فغتجيبي غير التفاح اللي رخيص ونغسليه اختي ونقيه وقطعيه. راه ما كاينش الفرق ما بين التفاح ملي غتقطعيه ما غيبقى يبان لا غالي ولا رخيص. ايوا هنايا درت واحد الساشي ديال الفاني، ساشيه ديال الزهر، 2 معالق ديال السكر سنيده، ونقصت البوطه وكنبقى نشحرو مزيان مع بعضياتو. ما درت انا هنا لا زبده ولا زيت ولا حتى شي حاجه، فدرت غير السكر سنيده، ساشي ديال الزهر وساشي الفاني، معلقه القرفه و2 معالق السكر سنيده. وانتم الحلاوه كتبقى لكم حسب الذوق، الا كتعجبكم الحلاوه بزاف فضاعفوا الكميه. التفاح دغيا دغيا كيطيب ما كياخذش لينا وقت اللي هو طويل، فغادي تقريبا 10 دقائق كيكون التفاح ديالنا واجد.
هنايا التفاح ديالي راه كي قلت لكم راه وجدته بكري، هو الاول غير في المونتاج اللي بان لكم دابا تا عجينه العجينه عاد قاديتو، اما هو راه بارد طايب ناضي، واحد المذاق فيه جا غزال كيحمق البنات. وصافي هنا العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت، الفران راه سخون. دائما ملي تكونوا باغيين ديروا مسمن في الفران ولا شي شهوه في الفران، ماشي كرواسه بالنسبه للمسمن ولا بسيطلات ولا هادي، فمن الاحسن بحال دابا مسمن انا راه كنطوي فيه وشعلت الفران يكون سخون على عافيه مجهده، باش هكا ملي كنسالي المسمن ديالي وكندخلو للفران وهو كيكون سخون فدغيا كيتورق لينا، ودوك الوريقات كتجيو باينين وفارزين، ما كيتعجنوا لينا ما حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت كيجينا مقرمش وما معجنش. كتجي ما بين ديك التقرميشه وهو هشيش في نفس الوقت، ماشي مجبد بحال لاستيك. نتمنى الشرح يكون واضح. فهذا هو السر باش يجيكم المسمن ديالكم ديال الفران زوين. هو تشعلي الفران قبل ملي تبداي تطوي في المسمن اختي يكون الفران كيسخن. صافي هنا غادي نبقى تنطوي الكميه كامله، عاد ان شاء الله غادي نبدا نعمر. هنايا كي قلت لكم هاد العجينه راه قسمتها على جوج، كميه درت منها مسمنات عاديه في المقله، وكميه درت فيها التفاح عمرتها بالتفاح اللي كتجي واحد المذاق خيالي البنات كيحمق. وكنحاولوا نديروا شويه تنويع ونبدلوا، ولكن في المذاق ديالهم في الواقع راه كيجيو بنانين. نتمنى تجربوهم. واللي بقيت معايا اختي حتى لهنا ما تنساش ليا واحد الكومونتير ولايك فضلا وليس امرا. شكرا للمتتبعات ديالي الوفيات كاملين، واختي والناس الجداد مرحبا بكم ومئة الف مرحبا. واللي دخل يضغط على زر الاشتراك باش تبقاو توصلوا بكاع الجديد، والناس القدام كيف كنقول لكم في كاع الفيديوهات داركم. ايوا نتمنى الوصفات اللي كنحضر لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. دائما كنحاول نعطيكم حاجه اقتصاديه، حاجه اللي في متناول الجميع، كل واحده تقدر توجدها في الدار ديالها وتفرح وليداتها وتفرح الزوج ديالها والعائله ديالها، علاش لا. ايوا صافي البنات، هنايا راني كنهضر معاكم تقريبا راني قريبا سالي. كي قلت لكم كنورق بعدا بالزيت وكندهن بالزبده، الزبده اللي هي طريه فكندير انا الزبده ديال الماكله هي اللي كندهن بها، فكتكون ساهله ملي كنبغيو نهزوها، ما كتحتاجوش ما ندوبوها ما حتى شي حاجه. هنايا ساليت الكميه طويتها كامله، وكنعتذر منكم على التصوير لان الكاميرا جات هنايا مضببه. صافي هنايا من بعد ما قرصت كلشي طويتو، غادي ندوز معكم التفاح اللي عسلته وزدت عليه دابا ملي بغيت نعمر 2 معالق عامرين ديال الكوك. فيا البنات جا الكوك واعر، جا واحد المذاق خيالي. صافي هنايا كنحاول من بعد ما طويت الملويه ولا مسمنه وحده شنو كيفاش كيسميها، كندير واحد الكميه اللي ما شاء الله باش يجيونا ملي نكونوا نعضوا فيهم عضه، يعني نلقاو ديك العماره نحسوا بها راها كاينه. صافي وكنبدا نطوي بهذه الطريقه هذه. راه جا كي قلت لكم في الشكل ديالو ولا حتى في المذاق. المذاق هو اهم حاجه، جا غزال وجا مقرمل وفتي في نفس الوقت، ماشي بحال لاستيك. صافي هنايا كنبقى مستمره حتى غادي نعمرهم كاملين. المقله ديالي راه درتها حتى هي كتسخن، المسمنات اللي غادي نطيب في المقله يدي هي في الفران ويدي راه في المقله مقابلاهم. والحمد لله، طلبوا الله يعطينا الصحه والسلامه يا ربي، واللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. ايوا صافي البنات، نتمنى تجربوا اختي هذا المسمن وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاكم. فانا دائما كنحاول نعطيكم حاجه اللي تكون سهله وفي نفس الوقت مجرباها وتكون ناجحه، عاده كنعطيها للمتتبعات ديالي الاوفياء. فهاد الطريقه ملي كنطويو المسمن عاده كنعمروه فكيجينا ما شاء الله مورق وفيه دوك الوريقات بزاف، بحال تقريبا بحال الورقه ديال البسطيله، هو غير بعجينه المسمن كتجي ناجحه يا البنات. وكي قلت لكم ضروري تكونوا الفران مسخنينه من قبل. من بعد ما ساليت الكميه كامله فرشت ليها ورق ديال الزبده وصافي استفتها في الطاوه ديالي وغادي ندخلها في الفران. ما شاء الله جا كله منبل تبارك الله وصلى النبي، يعني جا زوين. هنايا المسمن ديالي راه كنطيب فيه في المقله. ايوا هذا ما كان عجينه وحده حاولت نخرج منها مسمن عادي ومسيمنات في الفران، ونحاولوا نفرحوا وليداتنا علاش لا. الله يخليهم لينا يا ربي ويخلي لكم حتى نتوما وليداتكم، لان الوليدات راه كيفرحوا القلب وكيونسونا. نطلبوا الله يا ربي تبارك لهم في صحيحتهم وفي العقل ديالهم، والله يعطيهم ان شاء الله النجاح يا ربي. وكنبغيو وليداتنا يكونوا غير واصلين ويكونوا وليداتنا احسن منا. ايوا صافي البنات، السمن ديالي تا هو جا غزال، غادي تشوفوه من الداخل كيفاش ملي غادي نساليه كامل. غادي نحل معكم من الداخل باش تشوفوه كيفاش جي خاوي تبارك الله. المسمن اللي كيجي ناجح 100%. هذا المسمن كيف شفتوه ما درت فيه لا فينو ولا حتى شي حاجه، غير شويه الزبده وزويته وجا ما شاء الله مورق وزوين. هنايا
المسمن ديالي ديال الفران كنديرو الفوق حتى كيتحمر من التحت، عاده كنهبطو لتحت، وملي كنهبطو لتحت ضروري كنقص الفران حتى للحد ديالو باش ما يتحرقش ليا من الفوق ويجي الوين اللي فيه مدهن. المهم كنتاكدوا من الجهه الفوقانيه. انا كنهضر لكم على الفران ديال الكازا البنات. كندير الطاوه الفوق حتى كتحمر من التحت، كنهز واحد المسمنه كنقلبها نلقاها طابت من التحت، صافي كنهبطها لتحت وكنقص الفران. فغير مسمن اللي كيكون في الفران هو اللي كتكون العافيه ديالو مجهده. اما البنات الكرواسه راه العكس، يكون الفران سخون غير تدخليها وتقصي العافيه وتخلي الكرواسه طيب على خاطرها. وشوف اختي ما شاء الله كيفاش جا المسمن ديالي محلول تبارك الله وصل على النبي، جا مورق جا خفيف ومقرمش، يعني جا مسمنات اللي كيحمقوا. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. كنشارك معكم الفيديو على طبيعته على البساطه ديالو. نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. شوفي يا اختي ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. والمسمن ديالي ديال الفران من بعد ما جبدته شوفوا كيفاش جا اللوين ديالو على حق طريقه، طابوا من الفوق ومن التحت جاو زوينين تبارك الله. وفي نفس الوقت واحد القرميشه وفتيين، ماشي تقرميشه وهو قاصح ملي كتبغي تعضيها كتجيك صعيبه، فكتجي زوينه. وداك المذاق التفاح مع الكوك مع ديك الساشي ديال الزهر، فن والقرفه، يعني الناس اللي كيعشقوا القرفه والزهر فاختي حلك بهاد المسيمنات تجربيهم لانهم ساهلين وبساطين. هنايا دهنت بشويه ديال العسل، نتوما دهنوا بالناباج، بغيت تخليهم غير عاديين خليوهم باش ما كتفضلوا دهنوهم. هنايا دهنتهم بشويه ديال العسل ورشيت عليهم شويه ديال الكاوكاو، وحدين زينتهم بالكاوكاو وحدين زينتهم بالكوك. فبالنسبه للزين كيبقى اختياري، هما راهم مزينين روسهم بروسهم بلا ما تحتاجوا كاع تزينوهم. الشكل النهائي ديالهم ما شاء الله راه كيجي غزال كيحمق. نتمنى اللي جربتهم تدخل عندي لي كومونطير تقول لي راه جربتهم، يعني ما كنعطيكم شي حاجه وكنأكد عليكم الا وهي ناجحه وكنكون مجرباها عاده كنعطيها لكم يا اغلى متتبعين. وما تنسوش لي اختي واحد اللايك وبارطاج مع الاهل ومع الاصدقاء ديالكم الا عجبتكم القناه بطبيعه الحال وعجبكم الفيديو. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم يا اغلى متتبعين. دابا ان شاء الله غادي نحل معكم من الداخل باش تشوفوا كيفاش كيجي يا البنات، كيجي معلك معلك يعني حاجه اللي كتكون زوينه راها كتكون باينه ما شاء الله. وراه سخون، انا والله العظيم البنات الا بغيت نحلو ولكن طايب باقي طايب، راه يلاه خرجته من الفران. شوفوا ما شاء الله كيفاش جا مورق. داك التفاح ملي تزاد دخل الفران راه طاب ولا زبده. ونتلاقاو فيديو جديد بحول الله، استودعكم الله.